وانا كنت في ثانويه عامه، انا ما كنتش بصحى على منبه، ربنا هو اللي كان بيصحيني. يعني كان احساس يعني بصراحه، والاحساس ده يعني هي الحاجه دي برضو اللي خلتني ان انا اقرب برضو من ربنا أوي. والله العظيم والله العظيم انا كل كلمه هقولها في الفيديو ده والله العظيم حقيقه، واتمنى انها تحصل معاك انت كمان. وانا كنت في ثانويه عامه ما كنتش بصحى على منبه، انا كنت بصحى بدعوه. والله العظيم والله العظيم كان بيجي عليا ايام ما بنامش غير ساعتين تلاتة، مش لاني يعني صحيتي يعني جايباني، لا، ولكن لان كان اليوم بقى يعني مليان. وطبعا اللي في ثانويه عامه عارف الكلام ده، كنت حرفيا ببقى مهدود. ولما اجي انام ما كنتش بقول هصحى يعني مثلا الساعه كذا الساعه 5، ما كنتش بقولك، انا ما كنتش بقول كده. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الحاجه اللي هقولها دي هي بصدق. كنت بقول حاجه واحده بس والله العظيم، يعني كنت انام احط دماغي كده على المخده. وقبل كان في حاجه انا بعملها كده قبل ما كنت انام، ولحد الان انا بعمل الحاجه دي. اقول بسم الله الرحمن الرحيم على الايه، امسح على المخده كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم. آه هي حاجه حلوه يعني. وبعدين ما حدش قالها لي، انا بعملها في فطرتي والله العظيم. وكذلك الحاجه دي برضو بعملها في فطرتي. انا بقول قبل ما انام عشان اصحى، والله العظيم كنت اقول يا رب، يا رب والنبي يا رب صحيني في نفسي كده وبصدق. بس مش كان كلام يعني كده وكلام وخلاص، كنت انا بقولها من قلبي وبصدق. ورغم اني ما كنتش نايم غير ساعتين ولا 3 ساعات، وانا كنت انا نايم كان ساعات الموبايل برضو يفصل، كنت بظبط المنبه ماشي، ولكن كنت انا ساعات كان الموبايل يفصل مثلا. بس والله العظيم والله العظيم انا بحلف بالله العظيم وانا صايم ان انا كنت بلاقي نفسي بصحى والله. وايه بالظبط، اقسم بالله بالظبط. كنت انا بصحى عشان يعني اصلي الفجر، وساعات كان قبل الفجر بدقيقه كنت بفضل يعني اسال نفسي طب ازاي الكلام ده بيحصل، طب هل بيحصل مع حد تاني؟ طيب يعني كان احساس يعني بصراحه. والاحساس ده يعني هي الحاجه دي برضو اللي خلتني ان انا اقرب برضو من ربنا قوي. والفكره هنا مش في النوم القليل ولا في التعب، الفكره انك لما بتكون صادق قلبك بيطلب بجد. وفي فرق كبير جدا بين واحد بيقول كلام عابر كده وواحد محتاج فعلا الحاجه دي. والعقل ممكن ينام، ولكن القلب لو كان صادق بيفضل صاحي. وفي معنى جميل جدا ان ربنا دايما قريب منك وبيستجيب من المؤمن، ومش لازم دعاء كبير ولا كلام متزود، ولكن قلب صادق. طيب ازاي اجيب اللي يعني ازاي ابقى صادق؟ قول يعني، بص انت كده بتتكلم مع حد انت تعرفه، حد انت بتحبه كده، اتكلم معاه كده. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ادعوني استجب لكم. شوف يعني بالبساطة دي. ولحد دلوقتي والله العظيم انا ساعات كان يبقى نومي يبوظ في رمضان، ولكن ممكن كنت ابقى انام متأخر، ولكن لسه بعمل نفس الحاجة دي والله العظيم، وادعي بقول يا رب، يا رب والنبي يا رب صحيني يا رب. والله العظيم من غير اي تكلف نهائي، ومن غير تصنع ومن غير ترتيب، ولكن بصدق. انت متعرفش ان ربنا بيحب الشخص الصادق او العبد الصادق ده يعني لدرجة ايه. ومش مهم انك تقول كلام كبير، ومش مهم انك تبقى مثالي، المهم انك لما تطلب تطلب بجد بقلبك مش بلسانك بس. وفي النهاية يا عم الناضج، ربنا مش بيسمع صوتك بس، ربنا بيسمع قلبك. السلام عليكم.